ثانيا، كتير من الإخوة اتصلوا بي وحقيقة زعلانين جدا مما قاله الفريق أحمد شفيق بالأمس. أنا حقيقة لم أشاهد ما قاله، ولكن أخبرت أنه تكلم في قناة من القنوات الفضائية عن صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، إن هم يوم موقعة الجمل هم اللي كانوا جايبين الناس اللي بيضربوا الثوار بالنار وبالمولوتوف ومش عارف بإيه، وإن كان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي واقفين مع لواء من لواءات الجيش، وفي عسكري واقف، وفي واحد ملتحي بيرمي مولوتوف من العمارة من فوق، وإن العسكري بيقول للواء أجيبه برصاصة أنشه برصاصة. فصفوت حجازي قال للواء لا، أنا هطلع أنزله، ده تبعنا ولا مش. فريق أحمد شفيق بيتهمني وبيتهم الدكتور محمد البلتاجي وبيتهم الإخوان إن الثورة دي تمثيلية، وإن الإخوان هم اللي عاملينها، وإن صفوت حجازي ده هو اللي مدبر موقعة الجمل، وبيهددنا وبيتوعدنا. بيهددنا مش بالسجن ولا بالاعتقال، بيهددنا بالإعدام بالمشانق. أولا، هذا الكلام كله كذب، كلام كذب لا أصل له من الصحة إطلاقا. ثانيا، بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء الصباح سأذهب إلى النائب العام وأقدم بلاغ في الفريق أحمد شفيق بتهمة الكذب أولا، ثانيا التشهير بي وترويج الإشاعات، ثالثا التحريض على قتلي، لأن الكلام اللي بيقوله ده تحريض على قتلي. لما يقول إن صفوت حجازي هو اللي قتل الثوار في موقعة الجمل، ده معناها إنه هو بيحرض على قتلي. ثالثا رابعا هتهمه بإخفاء شهادة هو واللواء اللي كان معاه والعسكري اللي كان معاه، لأن في عندنا قضية اسمها قضية الجمل متهم فيها ناس، لماذا لم يذهبوا ويشهدوا إذا كان هذا الكلام صحيح؟ بيني وبين أحمد شفيق الفريق القضاء والمحاكم، ولو وصل الأمر أن أقاضيه أمام محكمة العدل الدولية هعمل كده. عيب إن حد عاوز يبقى رئيس جمهورية ونلاقيه بيتكلم كلام غير مظبوط، كلام غير منضبط. عيب إن حد عاوز يبقى رئيس جمهورية يهدد أبناء وطنه ويهدد أبناء شعبه. عيب إن حد عاوز يبقى رئيس جمهورية يبقى مش فاهم هو بيتكلم في إيه ولا عارف بيقول إيه. إحنا أو أنا ما بتهددش، ما بخافش، ما بتتهزليش شعرة من أي مخلوق على وجه الأرض، لأني أعلم جيدا أن كل خطوة أخطوها هي بقدر وهي مكتوبة لي، وأنا أجتهد قدر اجتهادي في كل خطوة أخطوها، ثم أتوكل على الله وأنفذ ما أوصلني إليه اجتهادي. بقول للفريق أحمد شفيق، الشعب المصري ما بيصدقكش، الشعب المصري ما بيضحكش عليه، الشعب المصري عارف مين الشرفاء ومين الخونة، الشعب المصري عارف مين الأطهار ومين الملوثة أيديهم. الشعب المصري ما بيضحكش عليه.
ممكن يصدقك قطاع، يصدقك القطاع ده احنا عارفينه. مين اللي هيصدقك يا سيادة الفريق؟ ومين اللي هيطبل لك ويزمر لك يا سيادة الفريق؟ ومين اللي ممكن يكرهنا علشان كلام حضرتك؟ اولا بقايا النظام من وزراء ومن كل بقايا النظام وكل من كان يعيش على هذا النظام. ثانيا اللصوص والفاسدين والمرتشين والخونة الذين كانوا يتاجرون بالشعب وبقوت الشعب وبحرية الشعب ويستفيدون ويسرقون تحت حماية النظام القديم. ثالثا أصحاب المصالح ما كانوش بيسرقوا ولا كانوا بيقتلوا، لكن كانت مصالحهم ماشية بنفس وببركة النظام القديم، والآن انقطعت هذه المصالح. رابعا قطاع من الشعب كان يعيش يأكل ويشرب وينعم بحياته، لم يكن يسرق ولم يكن يستفيد من النظام القديم ولم يكن من أصحاب المصالح مع النظام القديم، لكنه قطاع كان بيعيش حياة هادئة. ولاده خلصوا تعليم أو ولاده في التعليم، ملوش علاقة بالسياسة، ملوش علاقة بأي حاجة. ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون بيصوم، ملوش علاقة بأي حاجة، لكنه عايش ما عندوش أي مشكلة في الحياة، إلا ممكن مثلا المية تتقطع شوية، الكهرباء تتقطع شوية، مش عارف العيش فيه، عايش حياة مستقرة. ده برضه ممكن يكون بيصدق سعادتك يا سيادة الفريق. دول اللي بيصدقوك في الشعب المصري، ودول اللي ممكن ينتخبوك في الشعب المصري. لكن في 15 مليون يا سيادة الفريق في الانتخابات المصرية بيكرهوك. 15 مليون يا سيادة الفريق نزلوا الانتخابات الماضية الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عشان يقولوا لحضرتك مش عاوزينك، بنكرهك. انت خدت 5 مليون، سيد عمرو موسى خد 3 مليون، ادي 8 مليون من 23 مليون، يبقى في 15 مليون مش عاوزينك لأنهم عارفين مين انت، وعارفين ايه ماضيك وايه حاضرك، وعارفين ايه هو مستقبلك. في 15 مليون مصري من اللي نزلوا الانتخابات مع الثورة وبيحبونا وبيحبوا الثوار وبيحبوا أهل مصر الشرفاء. القضاء بيني وبين حضرتك، وما بخافش وما بتهددش، ومش هتقدر تفرق الميدان. امبارح طلعت إشاعة ان صفوت حجازي اتطرد في الميدان واتضرب في الميدان، وللاسف الشديد اظن حد مع الشيخ خالد عبد الله قال الكلام ده كلام غير صحيح اطلاقا، لا اساس له من الصحة ابدا. انا بروح الميدان الحمد لله، ما زال الثوار بيحبوا صفوت حجازي، وما زال الثوار بيحبوا بعض، حتى لو في قطاع بيختلف ايديولوجيا مع صفوت حجازي، لكن ابدا ما حصلش اي مشكلة مع صفوت حجازي. والنهاردة كنت في الميدان، وانا جاي مباشرة من الميدان على هنا، وهخلص وان شاء الله هرجع على الميدان. للأسف الشديد الاشاعات والكلام الفارغ. بقول لأحمد شفيق، هو بيحاول يتهم صفوت حجازي عشان لما صفوت حجازي يروح الميدان يحصل مشكلة بين أنصار صفوت حجازي وبين اللي سمعوا وصدقوا كلام أحمد شفيق. بقول للفريق أحمد شفيق، مفيش حد في الميدان
بيصدق كلامك، ومفيش حد في الميدان من أنصارك. وأتحداك إن إحنا ننزل الميدان. تعالى كده، ادخل حضرتك الميدان من مدخل، وأنا هدخل الميدان من مدخل، ونشوف إيه اللي هيحصل. لو أنت مقاتل، لو حضرتك مقاتل فعلا وتملك قلب أسد وقلب مقاتل، انزل ميدان التحرير، والميدان هو الفيصل. أنا حبيت أقول الكلام ده علشان أطمن الناس اللي بتحبنا. بيقول أي كلام، وبيقول كلام ملوش أي لازمة وملوش أي معنى وملوش أي منطق. بيني وبينه القضاء. بيتكلم على ان صفوت حجازي هيخلي معرفش عاصمة مصر فلسطين، باين بيقول حاجة زي كده. بيقول ان صفوت حجازي ولا الاخوان عاوزين ينقلوا عاصمة مصر من القاهرة الى فلسطين. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني نعمل ايه؟ يعني نروح نحتل فلسطين؟ يعني جمهورية مصر العربية تروح تحتل فلسطين؟ والمذيع اللي معاه، مش هتكلم لا على مذيع ولا على قناة، لكن من الواضح ان اصحاب العقول في راحة، وان الناس اللي بتفهم مرتاحة جدا. لكن عارفين مين اللي مش مرتاح يا جماعة؟ الناس اللي ما بتفهمش. الناس اللي مش فاهمة حاجة هي اللي مش مرتاحة. أظن سمعتوني كتير في زمان العزة وأنا بتكلم وبحلم بالولايات المتحدة العربية، وفي ميدان التحرير أظن في شهر 5 في مليونية فلسطين أو في مليونية الوحدة، في شهر 5 أو في شهر 6 2011 اتكلمت في ميدان التحرير على ان ثورتنا هتنجح، وثورة ليبيا هتنجح، وثورة سوريا هتنجح، وثورة اليمن هتنجح، وثورة تونس هتنجح. كل الثورات دي هتنجح، وهنكون الولايات المتحدة العربية. وقلت بالنص ان احنا مش اقل من الامريكان، مش اقل من الولايات المتحدة الامريكية. الولايات المتحدة الامريكية 52 دولة ولا 56 دولة سموها ولاية، وبقوا دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي إحنا مش أقل من كده. وقلت إن أنا بحلم في يوم من الأيام إن يبقى عندنا الولايات المتحدة العربية. مش ده كان حلم الرئيس المؤمن، الرئيس الخالد، الزعيم الخالد جمال عبد الناصر؟ مش هي دي القومية العربية؟ ولا هو الكلام لما يجي منهم ويجي من ألسنتهم يتقبل، ونفس الكلام ونفس المشروع لما يجي من عند الإسلاميين يترفض؟ إزاي؟ حلمنا بالولايات المتحدة العربية، كل الدول العربية تبقى دولة واحدة، تتشال الحدود، تتقطع الباسبورات، يبقى الباسبور بتاعنا والجنسية بتاعتنا الولايات المتحدة العربية، والقدس تتحرر وفلسطين تتحرر، وتبقى القدس عاصمة الولايات المتحدة العربية، مش عاصمة مصر، مش عاصمة مصر. ده الحلم اللي بحلمه، وأتمنى إن دي تكون بدايته وتكون ثورتنا بدايته. بيتكلم بدغدغ عواطف الناس. مصر عاصمتها القاهرة. أيوة عارفين إنه مصر عاصمتها القاهرة، ما جبتش حاجات جديدة، زي ما قتلت واتقتلت وضربت واتضربت. ما احنا عارفين وفاهمين إن مصر عاصمتها القاهرة، لكن حضرتك ما بتفكرش إن يبقى في عندنا الولايات المتحدة العربية، ونبقى كلنا دولة واحدة، نبقى دولة واحدة.
أنا مش عاوز أطول في هذا الكلام، لأن كانت النقطة الأولى الناس اللي بتكره وبتحب. النقطة الثانية الرد على فريق شفيق وبينه وبينه القضاء. الدكتور محمد البلتاجي برضه هيرفع عليه بلاغ، نشوف مين اللواء ومين الكلام ده ومين اللي صادق ومين اللي كذاب. النقطة الثالثة، حد اللي فات اتكلمنا على قصة شهيد كان اسمه كريم بنونة، وسمعنا قصته وفكرتكم بيه، فكرتكم بأيام الثورة. كريم بنونة مات يوم الأربعاء 2 فبراير. يوم الجمعة 28 فبراير أظن قلت لكم إن كريم كان من الشباب اللي بيحضروا الدروس بتاعتي في مسجد دعوة الحق في ميدان بابل في الدقي قبل ما نتمنع، وقابلني يوم الجمعة 28 بالليل، وقلت لكم فرق كبير قوي بين ان انت تعرف ان فلان مات او شهيد اسمه كذا، وبين ان انت تبقى عارفه شخصيا. النهارده بفكركم بقصة شهيد آخر، ما بفكركوش بالشهداء دول عشان استدر عطفكم. احنا مش محتاجين عطف حد، مش محتاجين عطف حد، لكن انا بقول لكم الكلام ده علشان اللي نسي يفتكر. كنا بنتقتل في ميدان التحرير، وكان السيد الفريق شفيق أحمد شفيق كان رئيس وزراء مصر. كنا بنتقتل في ميدان التحرير وهو عاوز يبعت لنا بونبوني وملبس. بفكركم بعد كده انتوا أحرار، اللي ينتخبوا ينتخبوا واللي ما ينتخبوش ما ينتخبوش.